حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديده. وكمان يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو. بالنسبه لحبايبي واصحابي على فيسبوك ما ننساش نعمل لايك للفيديو ومتابعه للصفحه وشير للفيديو. والناس اللي محتاجه قراءات خاصه تتواصل معايا على رسائل صفحه الفيسبوك. وبالنسبه لليوتيوب هتلاقوا لينك صفحه الفيسبوك مثبت في المنتدى عندي على اليوتيوب. اوكي طيب، النهارده هنشوف مع بعض قراءة. هنشوف هل حبيبك بيتكلم عنك ما بينه وما بين نفسه، يعني لما بيقعد كده ما بينه وما بين نفسه بيتكلم عنك. ولو بيتكلم عنك بيقول ايه؟ بيوصفك ازاي؟ ايه مشاعره؟ شايف العلاقة ازاي وبيوصف العلاقة ازاي، وشايف يعني مشاعره ناحيتك ايه وناحية العلاقة. فهنشوف كل ده مع بعض دلوقتي. بسم الله. بسم الله. ماشي اوكي. اوكي ماشي. طيب بداية كده هو شايفك ان انت شخص قوي، شايفك ان انت شخصية قوية، تمام، او عارف ان انت شخص قوي، تمام. وانت برضو اوريدي ما بينك وما بين نفسك انت عارف ان انت شخص قوي وشخص متحمل المسؤولية. فشايفه ان انتوا الاتنين عندكم تحدي، لان هو برضو مش سهل، يعني برضو هو شخصيته قوية، فشايفه ان انتوا الاتنين بتتحدوا بعض، تمام. شايفه كمان ان هو ممكن يكون بيتكلم مع حد، يعني على حد عليك، او بيحكي له عنك، عن بداية العلاقة، بيحكي له على التطورات اللي حصلت. يعني شايفه ان هو وضعكم العاطفي ده هو بيتكلم فيه مع حد، تمام. شايفه ان الشخص ده فرحان قوي بحبك ليه وفرحان قوي بمشاعرك ليه، يعني الموضوع ده يعني يعني مريحه قوي، تمام. ففرحان ان انت بتحبه، تمام. حتى لو العلاقة دي بقالها مدة كبيرة فهو كأنها لسه في البدايات، يعني هو فرحان بيها كأنها لسه في البدايات. لأن العلاقة دي بالنسبة له بتمثله حاجة كبيرة قوي وحاجة مهمة جدا في حياته. الشخص ده شوية كده ممكن يكون جريء زيادة عن اللزوم، أو في حاجات هو بيعملها في حياته أو طريقة حياته أو أسلوبه مش عاجباك شوية، وانت عايز توقفه عن كده او عايز تخليه ان هو يغير من نفسه. مش عاجبك طريقة حياته، مش عاجبك الطريقة اللي هو عايش بيها، بيعمل حاجات ممكن تكون هو مش، يعني هو عارف، خلي بالك هو عارف ايه اللي هو بيعمله، لكن انت من وجهة نظرك شايف ان هو اوفر شوية، او ان هو يعني ما بيخافش شوية، او ان هو شجاع شوية، او ان هو جريء شوية. فانت عايزه ان هو يغير من نفسه. طيب شايفة كمان ان انتوا يا اتواجهتوا يا هتتواجهوا بكلام، بس الكلام ده هيكون قاسي شوية. شايفة ان في كلام هيدور ما بينك وما بينه. شايفة ان انت وهو في اختلافات ما بينك وما بينه في الشخصية، بالذات في الشخصية. يعني شايفة في اختلافات في الشخصية. انت ممكن تكون شخص عاقل شوية ورزين، ملهاش علاقة بالسن، انت ممكن تكون اصغر منه بس انت اعقل منه، عندك حكمة. ولكن هو شوية بيحب يلعب، بيحب يعيش حياته، بيحب يكون منطلق، بيحب يعيش حياته بالطول والعرض، بيحب يعيش حر. لكن شايفة رغم الاختلافات اللي ما بينك وما بينه ولكن في حب، يعني ما يمنعش الاختلافات دي، ما تمنعش ان يكون في حب، تمام. وهو عايز يقولك كده، هو عايز يقولك ما تنكرش الحب اللي ما بيني وما بينك، انا في ما بيني وما بينك حب حقيقي. والحب اللي ما بينك وما بينه ده حتى في أسوأ الظروف هو بيكبر وبينمو. يعني العلاقة دي انا شايفاها فيها حاجات كتيرة جدا حلوة. كمان شايفة ان هو عايز يقولك انت الشخص الوحيد اللي ممكن تكون بتحسسني بالسعادة او بتحسسني ان انا مبسوط. شايفة ان هو بيرفض ان هو يبعد عنك مهما حصل، تمام. يعني مهما حصل ما بينكم من ضربات ومشاكل وازمات، هو بيرفض ان هو يبعد عنك، او بيرفض اي حاجة تبعدكم عن بعض او اي مشكلة تبعدكم عن بعض. شايفة ان هو اوقات كتيرة جدا بيحاول ان هو يعمل كومبروز، او بيحاول ان هو يعمل توازن ما بين حياته وهو لوحده وما بين حياته وانت فيها. يعني بيحاول ان هو يشوف حياته كده ايه وماشيه ازاي، وحياته كده ماشيه ازاي، تمام. طيب
زي ما قلت لك هو عارف ان هو شخص جريء، عارف ان هو شخص يعني شوية عنده حاجات كده اوفر، وخلي بالك وعارف ان افعاله دي مضايقاك، وخلي بالك مضايقاه هو كمان، تمام. ولكن هو مشكلته ان هو مش عايز يعترف بده ولا حتى بينه وما بين نفسه، تمام. يعني هو عارف سلبياته، ودي حاجة حلوة. هو عارف ان حياته غريبة ولكن بينكر كل ده، تمام. الشخص ده شايفاه خايف يرجع لنقطة الصفر معاك، او خايف ان هو يفقدك، او خايف ان هو يرجع لحياته الاولى من غير ما انت تكون موجود فيها، تمام. كمان عنده مخاوف ان انت قلبك يقسى عليه او قلبك يجمد عليه، تمام. طيب، شايفة ان هو عايز يعاتبك، عايز يلومك، عايز يفتح قلبه، عايز يتكلم، ويقول لك انا مش لازم اكون تحت امرك علشان تحبني. يعني عايز يقول لك سيبني براحتي، او سيبني اعيش بالطريقة اللي انا عايزها. مش لازم علشان نحب بعض كل واحد يكون كوبي بيست من التاني، او يكون زي ما التاني عايز، او شخص يسيطر على التاني. لا، سيبني اعيش حياتي زي ما انا عايز، مش لازم انا اعمل لك كل اللي انت عايزه والبي لك كل رغباتك عشان تحبني، تمام. كمان عايز يقولك بلاش تحسسني ان انت مديني ظهرك، وتحسسني ان انت تخليت عني. بلاش تحسسني ان انا خسرت. هو مش عايز يخسرك، او مش عايز يحس ان هو خسرك. ومش عايز برضو ان انت تبعد عنه او تقسى عليه، تمام. طيب، نكمل مع بعض. طيب، شايفة كمان ان هو ابتدى يفكر، هل انت ممكن تتخلى عنه وتسيبه وتبعد؟ بيفكر هل ممكن تشوف حد تاني غيره في حياتك، لان هو خايف ان انت تبعد، خايف ان انت تشوف حد غيره. شايفة في مشاكل ما بينك وما بينه، ولكن رغم المشاكل دي شايفة ان في حب كبير، تمام. بس انا شايفة برضو ان انت عايز تقوى عليه، شايفة ان انت عايز تقوى عليه وعايز تديله ظهرك او عايز تبعد عنه، وهو مش راضي عن الموقف، تمام. يعني هو ممكن يكون كمان حاسس بكده، لكن بيكدب قلبه، مش عايز ان هو يحس ان انت ممكن تعمل كده، تمام. لان هو ما بينه وما بين نفسه، خلي بالك هو عارف ان انت احسن منه في حاجات كتيرة جدا. يعني هو عارف ان هو اقل منك، تمام. ولكن في نفس الوقت برضو يعني عايزك تقبله زي ما هو. يعني شايفة في حب، في مشاعر قوية جدا جدا ما بينك وما بينه، ولكن هو برضو موضوع ان انت فيك حاجات كتير احسن منه، ده مسبب له ازمة شوية، تمام. في اختلافات زي ما قلنا، لكن في مشاعر، تمام. طيب، شايفة ان هو هيبتدي برضو يخلي بالك يشتغل على نفسه. يعني هو شايفك احسن منه، لكن هيبتدي ان هو هيحاول ان هو يبين نفسه افضل، هيحاول ان هو يشتغل على نفسه. عايز يبان في صورة افضل من الصورة اللي انت شايفها، او من الصورة اللي انت واخدها عنه. شايفة ان هو ممكن يكون زعلان قوي او متأثر قوي نفسيا، ولكن مش عايز يظهر الزعل دوت. ولكن انت ممكن تحس، لان طبعا في رابط قوي جدا وحب قوي، فطبعا بيكون في تواصل فكري وتواصل روحي ما بينك وما بينه، تمام. بس شايفة ان الشخص ده متوقع حاجة او عايز حاجة من العلاقة دي ومش قادر ان هو يلاقيها، تمام. او ممكن ده يكون من احساسه بالنقص، لان الشخص ده طول الوقت زي ما قلت لك حاسس ان انت احسن منه وحاسس بالنقص ناحيتك، فممكن ده كمان يكون مؤثر عليه شوية يعني بالسلب، تمام. ولكن شايفة ان هو في منه امل. يعني الشخص ده زي ما قلت لك هيشتغل على نفسه، وشايفة ان هو ممكن يصلح من نفسه، تمام. لان هو معترف ما بينه وما بين نفسه ان في حاجات ناقصاه. ممكن لو نصحته بس بطريقة مش اجريسيف، او مش يعني ما تنصحوش بطريقة دايركت، ممكن يسمع منك النصيحة، تمام.
لان انت بالنسبه له حاجه مهمه، وبيشوف فيك حاجات حلوه، وبيشوف فيك الحاجات اللي معرفش يعملها. آه، وشايف فيك ان انت سبب ان هو ممكن يغير من نفسه. تمام. هو شايف ان انت ممكن تكون سبب ان هو يوصل لحاجه كان عايز يوصل لها من زمان وما قدرش، ودلوقتي ممكن ان هو يعملها. ده شخص يعني مش صعب قوي، شخص قابل للتغيير. ولكن هو مش هيقولك كده، يعني هو حتى لو اشتغل على نفسه فما بينه وما بين نفسه، تمام، او حاجات انت ممكن تكون لفت نظره ليها فهو يشتغل عليها، تمام، لكن مش هيبين لك برضو قوي. تمام. كل ده لان هو بيحبك، في حب وفي مشاعر، وما دام في حب وما في مشاعر، يبقى ده بيخلي الشخص يتغير علشان حد، او يتغير للاحسن، او ياخد خطوات للاحسن، او يغير من وضعه، او يغير من حياته، لان هو اوريدي عايزك، اوريدي بيحبك، اوريدي عايزك تكون موجود في حياته. وكمان انت ما بتنصحوش بحاجه وحشه، يعني هو شايف ان انت اوريدي فيك الحاجات الحلوه دي، فهو هيحاول ان هو يشتغل على نفسه، وهيحاول ان هو يطور من نفسه. لان هو متعلق بيك ومتعلق بالعلاقه وبيحبك وعايزك وعايز ياخد خطوات ناحيه العلاقه. تمام. طيب حبايبي، دي كانت قراءتنا النهارده، اتمنى انها تكون عجبتكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو، وباي باي.